ندخل في اللي وراها التقييمات المكتوبة الأسفل. هنا API SF، API SL، API SN، API SL، CF. ايه ده اصلا؟ يعني API ده تصنيف ايه او تقييم ايه؟ ده معهد البترول الامريكي، ده تصنيف امريكي. هنا ال API SF ده تصنيف يعني 1980. هنا API SL ده 2001، API SN ده 2010 وده احدث حاجة. اما هنا API SL طبعا اللي هو وضحنا اللي هو 2001 دي محركات البنزين. هنا السي اف دي محركات الديزل 1994. فهو واخد التصنيف الامريكي هنا في محركات البنزين ومحركات الديزل. الديزل 1994 ومحركات البنزين اللي هي اس ال 2001. ده طبعا ده واخد تصنيف الامريكي 1980، ده اقدم حاجة. بس ده احسن من ده لان ده مخصص في الموتوسيكلات، وكمان اهو هتجد في الخلف انه خصيصا لمحرك الدراجات النارية رباعية الاشواط، فده مخصص للموتوسيكلات. ده مش مخصص، بس ده لزوجة ثابتة وده لزوجة ثابتة، فبالتالي مش بيتكيف ومش بيوصل لكل اجزاء الموتور لما يكون بارد. يعني الاتنين دول سيئين، بس ده اسوأ من ده. فيعني ده بس ده برضو ما انصحش بيه، ده سيء جدا. انا انصح بالاتنين دول. ونوضح نشوف بقى في تقييم وراه، تقييم اللي اسمه جازو MA2. جازو MA2 هنا ما فيش تقييم الجازو. ايه تقييم الجازو ده؟ ده المنظمة اليابانية. شوف بقى اللي هو اعلى تقييم. بص عشان بيلمع بزيادة، والله هي هيلمع هي نفس الآن. جازو MA2 ده يعني الاداء بتاعه عالي جدا، دي المنظمة اليابانية. لو وجدت على زيت مكتوب جازو MA2 يعني تصنيف او جودة الزيت ده او اداؤه عالية جدا، واخد التصنيف الياباني. الاتنين دول واخدين التصنيف الياباني. ده 20W50، ده 10W50. يعني هنا هيكون خفيف 20 لما يكون بارد، هنا هيكون اخف من ده لما يكون بارد. يعني ده اداؤه افضل لما الموتوسيكل يكون بارد، هيوصل للاجزاء الصغيره. يعني مثلا هتجد السكوتر دايما تلاقي الزيت بتاعه 10 40، مش بيحتاج